السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب ارحب بكم في قناتي. فلاول مرة بتشوفيني خدي لك لفة في القناة، اتمنى يا رب ان هي تعجبك، ولو عجبتك ما تبخليش عليها باللايك والكومنت الحلو منك والاشتراك في القناة، وما تنسيش انك تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعارات باي جديد هننزله. النهارده ان شاء الله جايلكم بفيديو جديد وافكار حلوة جديدة كده، اتمنى يا رب ان هي تعجبكم. فيلا بينا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الفيديو بتاعنا. في البداية اول حاجة حبيت اشارككم فكرة سريعة كده للفطار، انا جهزته مع نفسي سريعا كده لان كنت هعمل في اليوم ده طعميه كده، عملتها عجه وقطعت بصل وقته وعملت بقى طبق جبنه كده على طماطم والعيش بتاعنا، وكان فطار سريع كده. بس حبيت في الاول كده اشارككم الفكره سريعا بحيث انكم لو محتارين في فطار ولا حاجه، فطار سريع خفيف كده يتعمل في ساعتها. وبدات بقى ان انا ظبطنا فطارنا كده، بدات بقى ان انا حبيت ان انا اعمل حاجه حلوه في اليوم ده. هنعمل مع بعض ان شاء الله كيكه شوكولاته بصوص شوكولاته اقتصادي جدا جدا، مش هتضيفي فيه مكونات كتير. فيلا بينا بسرعه كده نشوف عملناها ازاي. اول حاجه انا جبت عندي في الخلاط، ضفت عندي 3 بيضات، طبعا بنكسر كل بيضه بحيث ان لو في واحده بايظه ما تبوظلكيش الباقي. فحطيت الثلاث بيضات، ضفت عليهم ظرف من الفانيليا، وضفت عليهم معلقه كبيره كده من الخل، وضفت عليهم كوبايه ونص من السكر، انتوا ممكن تحطوا كوبايه وربع على حسب الرغبه، وضفت عندي كوبايه من الحليب، كوبايه الا ربع من الزيت. وهبدا بقى ان انا اضرب الكلام ده كله مع بعضه، هعيده سريعا تاني، والمقادير ان شاء الله هتلاقوها كلها موجوده في صندوق الوصف. فانا بقى ضفت عندي في الخلاط 3 بيضات، عليهم ظرف من الفانيليا، عليهم معلقه كبيره من الخل، وكوبايه حليب، وكوبايه الا ربع من الزيت، وكوبايه ونص من السكر. وبدات ان انا ضربتهم كويس جدا في الخلاط، وعلى ما ينضربوا هبدا ان انا اجهز المواد الجافه اللي عندي. انا ضفت عندي كوبايتين من الدقيق، انت بتضيفي من كوبايتين لكوبايتين وربع على حسب نوعيه الدقيق معاكي. وضفت عليهم معلقتين كبار مليانين من الكاكاو الخام، وضفت عندي ظرف من البيكنج باودر. وبدات ان انا نخلت الكلام ده كويس جدا. لازم تنخلي الكاكاو بالذات لو خام، لان لو في اي تكتلات مش هتكون لطيفه معاكي في الكيك، فلازم انك تنخليه كويس بحيث انك تتخلصي من التكتلات، او بمعلقه كده تبداي تهرسيها عشان تعرفي تنخليها كويس. وبعدين قلبت كل المكونات الجافه مع بعضها، وكون الخليط السائل معايا خلاص امتزج كويس، بدات ان انا نزلت بقى بالمواد السائله على المواد الجافه اللي عندي، وهبدا ان انا اقلبها كويس جدا. لو حسيتي ان قوام الكيك معاكي تقيل شويه، ابداي انك ضيفي حوالي معلقتين 3 من الحليب. لقيت القوام مثلا معاكي خفيف، ابداي ضيفي دقيق، يعني حاولي تظبطي القوام على قد ما تقدري لحد ما توصلي للقوام اللي حضراتكم شايفينه ده، كده قوامها ممتاز جدا. اهم حاجه ما تخليش قوام الكيك تقيل قوي او خفيف قوي، لو تقيل قوي مش هيكون لطيف معاكي ومش هيطلع معاكي هش، ولو خفيف قوي مش هيستوي معاكي وهيكون مش حلو برضو. فانت حاولي خلي قوامها معقول كده. وبدات بقى ان انا قلبت المكونات دي كلها مع بعضها كده لحد ما الكيك اتاكدت ان مفيش دقيق ومفيش اي حاجه. بدات بقى جبت عندي صينيه باركس كده، دهنتها دهنه خفيفه جدا من الزيت، وفي الوقت ده بقى كنت مشغله الفرن على درجه حراره 180، ومنزله الشوايه على الرف اللي فوق الصاجه على طول. بس في الاول هبدا ان انا الكيك بتاعتي دي هبدا ان انا اخد البايركس بتاعي، طبعا بلاش على الرخام، انا خدتها على الارض على السجاده كده، خدته خبطتين كده بحيث ان لو في اي فقاعات هواء ابدا ان انا اتخلص منها. وبدات بقى ان انا هدخله الفرن زي ما انتم شايفين كده على الشبكه، الرف اللي فوق الصاجه على طول. هي قعدت معايا في الفرن بالظبط نص ساعه. خدوا بالكم من الكيك بتاع الشوكولاته ده لانه بياخد لون بسرعه جدا. وعلى ما الكيك بتاعنا بقى يستوي هنبدأ نحضر مع بعض صوص شوكولاتة اقتصادي من الدرجة الأولى بجد، ما ضفناش فيه حاجات كتير وبيديكي طعم حلو قوي. فبدأت جبت عندي شفشق الخلاط، ضفت فيه كوباية من الحليب، عليهم 5 معالق كبار مليانين من السكر، وضفت عندي معلقتين كبار مليانين من الكاكاو الخام، وكان برضو في آخر شوية كده في البطرمان بدأت ضفتهم برضو. وهضيف عليهم نقطتين كده من الفانيليا، وعندي برضو نص كوباية من الزيت. بس الأول هنضرب اللبن والكاكاو والسكر مع بعض كويس جدا لحد ما يندمجوا مع بعض. وبعدين هبدأ أنزل بالزيت بتاعي بالراحة واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ أنزل بيه يعني سرسوب سرسوب بسيط كده. بلاش تنزلي بالزيت كله مره واحده هيغلبك في الضرب، فانت حاولي انك تنزلي بيه بالراحه كده، خيط رفيع جدا زي ما انتم شايفين كده يا بنات. هبدا انزل بيه واحده واحده، انا استعملت نص كوبايه بس من الزيت، وفضلت اضرب فيه شويه كده لحد ما وصل قوامه معايا كده. والله بجد بجد ما ضفتش اي مكونات تانية. انا كان في مقطع هنا وانا بوريهولكم في قلب الخلاط بس اتحذف مني، بس بجد بجد ما ضفتش اي مكونات تانية خالص، دي كل المكونات اللي ضفتها. انت مثلا بقى حابه تضيفي حليب بودره، حابه تعززي طعم الشوكولاته بقهوه بنسكافيه اي حاجه، ده على حسب رغبتك انت. بس عايزه اقول لكم والله بجد طعمه حلو قوي، قوامه ممتاز، يعني انتوا شايفين القوام ده لما تدخليه التلاجة هيتقل معاكي كمان. انت طبعا لو عملتيه وحسيتيه خفيف معاكي ابداي اضيفي له شويه زيت كمان. لقيت القوام معاكي مظبوط كده خلاص، ما تضيفيش زيت تاني. ما شاء الله حلو قوي، طعمه حلو، سكره مظبوط، يعني انت مثلا لو تعمليها في سندوتشات اي حاجه، يعني دي برضو زي نظام نوتيلا اقتصاديه كده. فانا بدات بقى جهزتها كده وهغطيها وهدخلها التلاجة، تبدا بقى تمسك معايا شويه على ما الكيك بتاعنا يخلص. وهنا بقى ما شاء الله كان الكيك بتاعنا استوى،
طبعا اختبرته بقى بخله او بسكينه او بعود من الشيش طاووق. اول ما بتدخليه كده وتلاقيه طلع معاكي نضيف كده، معناته ان هي استوت خلاص. ما شاء الله كانت حلوه قوي. انا بقى ما خرجتهاش من الفرن على طول، انا فتحت عليها الفرن كده وسبتها في الفرن شويه، بس طبعا ما تخليهاش تاخد لون زياده عن اللزوم عشان ما تتحرقش منك. خليها بس بالقوام ده، وبعدين سبتها هديت بقى شويه كده. يعني المقطع برضو اتحذف مني وانا بقطعها وانا بضيف عليها صوص الشوكولاته. فاعذروني معلش، انا مش عارفه المقاطع دي راحت مني فين. فبدات بقى ان انا قطعتها كده، وبعدين حطيت صوص الشوكولاته عليها، وبعدين زينتها كده من على الوش بشوكولاته فارماسي. وهطلع حته دلوقتي بقى مع حضراتكم اوريها لكم. ما شاء الله هشه، قوامها حلو قوي، مقاديرها مظبوطه. صوص الشوكولاته اللي عليها طعمه ما شاء الله، يعني حاجه حلوه قوي. ولما تراكن كمان لتاني يوم، عايزه اقول لكم والله فضل محتفظ بقوامه وكان حلو قوي. شايفين ما شاء الله الكيك بتاعتنا هشه وحلوه قوي. يعني هي حتى كمان كانت في الوقت ده دافيه، يعني لما تسيبيها هتحلو كمان. شايفين ما شاء الله، يعني اسفنج كده حلوه قوي. عايزه اقول لكم ان مقاديرها حلوه، اتمنى بجد انكم تجربوها لانها بجد تستاهل التجربه. حاجه بقى كده حلوه، وفي نفس الوقت مثلا حابه تفطري بيها جنب كوبايه شاي، جنب كوبايه حليب. يعني شوكولاته كده وتديكي طاقه، وكلها حاجات اقتصاديه وحاجات من قلب بيتك. اتمنى بجد انكم تجربوها. شايفين ما شاء الله حلوه قوي. طعمها مغري بصراحه. يعني عايزه اقول لكم ان احنا بقينا بناكل منها حلوه قوي، يعني تحس ان هي قلبة على الجاتوه كده شويه بصوص الشوكولاته اللي عليها ده حلو قوي. ولو عندك ضيوف بقى وحابه انك تقدميها، ما شاء الله حلوه قوي. ولو انت مثلا حابه بقى تخرجيها كده من الصينيه اللي هي فيها، تحطيها مثلا على صينيه تقديم او اي حاجه، لو انت جايلك ضيوف وتبداي بقى تزوقيها. بس لو هتخرجيها من البايركس لازم قبل ما تزينيها تخرجيها كده في البايركس بره الاول، وبعدين تبداي تزينها وهي بره. بلاش تزينها وهي في قلب البايركس لو انت مش هتقدميها فيها. عايزه اقولك هتشرفك جدا. حاجه حلوه وحاجه في نفس الوقت يعني موفره، ما صرفناش فيها كتير. البيض والدقيق والكلام ده، انت مثلا بثلاث بيضات ما شاء الله عملنا صينيه محترمه بجد. اتمنى انكم تجربوها. وخلاص بقى كفايه رغي كتير كده في الحلو بتاعنا. هنبدا بقى ندخل على الغدا بتاعنا. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض محشي كرنب، وهنعمل فراخ عادي هسلقها واحمرها عادي. فبدات ان انا في الحله الاستانلس دي ظبطت الشوربه للفراخ. بدات ان انا حطيت ميه وحطيت بقى المنكهات، حطيت حبهان وورق لوري وفلفل اسمر. وبدات بقى ضفت برضو حبات طماطم كده بحيث انها تغير لي لون الشوربه شويه. وكان عندي بقى كرنب هنا في الفريزر انا كنت مفرزاه، ببدا ان انا اخرجه وهو مجمد كده. او لو مثلا فاكر معاكي شويه تبداي تنزلي فيه بميه سخنه. انا خليت الميه دي تغلى كويس جدا وبعدين طفيت عليه. يعني انا ضايفه الكرنب في الحله وانا كنت طافيه النار، يعني انا خليتها تغلى وبعدين نزلت بالكرنب بتاعي، وهسيبه في الميه السخنه ده شويه كده على ما ابدا اجهز الخلطه بتاعتي. وفي نفس الوقت برضو كنت حطيت الفراخ تستوي. انا بقى كنت عامله مع حضراتكم فيديو قبل كده محشي برضو. يعني انا زي ما قلت لكم انا بعمل المحشي ده مره كل اسبوع. فكنت بقى عندي خلطه كده بالبصل بتاعها، فبدات ان انا بس جبت الحله بتاعتي ضفت فيها كده حته كده من السمنه البلدي، وبعدين نزلت بالصلصه بتاعتي بالبصل. وبدات بقى ان انا بهرتها، ضفت لها ملح وكمون وكزبره ورشه من البابريكا، وطبعا ما ننساش رشه من السكر. وضفت عليها بقى ايه توم مفروم كده. وبدات بقى ان انا قلبتهم مع بعضهم. وكنت غاسله الرز بتاعي برضو نزلت بالرز. انا طبعا في كل وصفه محشي بقول لكم ان انا في الخلطه بتاعتي بحب ان انا اخد الرز بتاعي تشويحه كده على النار لحد ما يبدا ينشف كده من الميه ويتشمع معايا. في ناس مثلا بتحب تعمله ني في ني. الاكل ده بيكون اذواق وعلى حسب الرغبه، وكل واحده وليها طريقتها في اكلها وبيطلع معاها جميل برضو. وكل واحده بيبقى لها تكتها بالذات في المحشي ده. فانا بحب ان انا اخد الرز بتاعي تشويحه كده على النار، وبعدين بعد ما بشوحه ببدا ان انا اطفي النار. يعني انا ما بضيفش الخضره بتاعتي غير لما بطفي النار، وبعدين هبدا بقى ان انا اقلبها كده. ضيفي بقى كميه الخضره المناسبه ليكي. انت مثلا بتحبها كتير بتحبها قليل، بس انا بحبها في المعقول كده. وطبعا بقى لون الصلصه ده اتحكمي فيه برضو. فبدات بقى ان انا قلبته كده، وهسيب بقى الخلطه بتاعتي تبرد مع نفسها. وعلى ما خلصت الخلطه بقى كده هبدا ان انا اخرج الكرنب بتاعي. عايزه اقول لكم ما شاء الله والله بجد كان حلو جدا. انا ما فرستش كميه كبيره وندمت ان انا ما فرستش، لان بجد كنت اول مره افرزه وفرق معايا قوي. يعني عايزه اقول لكم ولا ضفت سكر ولا ضفت عليه اي حاجه وانا بفرزه. وبطلعه احطه في الميه السخنه كده واعمله. عايزه اقول لكم دايب ولا بيشد معاكي ولا بيجلد ولا بيجرى له اي حاجه. بجد بجد بيكون حلو قوي. فبدات بقى اخدته كده وسبته بقى على ما برد، وقعدت بقى حشيت في على الارض كده بقى مع نفسي لحد ما ظبطتهم كده. قرنين الشطه دول كانت بقى معايا شويه رز كده فاستخسرتهم بصراحه، فحشيت حشيت قرنين الشطه اللي معايا دول. وبدات بقى خلاص الفراخ كانت استوت معايا، وجه بقى وقت الغدا قلت بقى ابدا ان انا اسويه كده. طبعا احنا بنضيف الشوربه للكرنب ونبدا ان احنا نحركه كده زي ما انتم شايفين يا بنات، بحيث ان الشوربه تبدا تنزل لتحت. يعني انتوا كان باين في الحله ان الشوربه كميتها كبيره، بس بعد ما بدأنا ان احنا حركنا الحله الشوربه نزلت لتحت واحتاجت شوربه تاني. وطبعا بقى بنسيبه على نار عاليه كده يبدأ ان هو يغلى كويس، وبعدين تبدأ تهدي عليه النار وتسيبيه يستوي.
وفي الوقت ده بقى قلت برضو ايه ابدا ان انا احمر معاكم الفراخ كده. عايز اقول لكم الحله دي بصراحه حلوه قوي، يعني فكره انك لما تيجي تحمري حاجه يكون مثلا الحله او الطاسه دي ليها غطا، عايز اقول لك ما بتبهدلش البوتاجاز وبتفرق معاكي قوي. يعني انا بصراحه في الاول ما كنتش بعمل الحركه دي، ما كنتش مثلا بغطي. عايزه اقول لكم الفراخ كانت بتبهدل البوتاجاز، لو انا لسه مسحاه او غسلاه كان بيتبهدل مني، ولازم مثلا لما اكون بحمر فراخ اقعد اغسل البوتاجاز كل شويه. انما دي بصراحه يعني اغنتني كتير قوي. ببدا ان انا اقلب الفراخ كده كل شويه، وابدا ان انا اغطيها، بتحوش اي طرطشه زيت، بتحوش اي حاجه مثلا هتقع على البوتاجاز. بصراحه حلوه قوي. حبيت ان انا اشارككم الفكره دي برضو سريعا كده، بحيث انكم لو كنتوا بتعملوا زي كده وتحمروها وتطرطش منكم على البوتاجاز، لا اعملوا الحركه دي سواء في الحله او في الطاسه اللي انت بتقلي فيها، هتفرق معاكي قوي. بصراحه حلوه قوي. وجيت بقى بعد ما بتستوي كده باخدها على جنب وببدا اخرجها، بحيث انها ما تطرطش على البوتاجاز. برضو شايفين ما شاء الله البوتاجاز بتاعي نظيف وحلو ازاي، ولا كاني لسه محمره عليه فراخ والله بجد. فخلاص بقى خلصت الفراخ بتاعتي والمحشي بتاعي خلاص كان بيتشرب، خلاص هبدا ان انا اغرف. بدات بقى ان انا جهزت الملوخيه بتاعتي. عايزه اقول لكم الملوخيه دي قمر قمر بجد. بدات بقى ان انا طبعا كان عندي الملوخيه غسلتها، وبدات بقى ان انا خرطتها سواء في الكبه او بالمخرطه، ده على حسب رغبتك. وبدات بقى ان انا جهزت هنا، جبت عندي معلقه كده من السمنه البلدي، وضفت عندي بقى معلقه صغيره او نص معلقه صغيره على حسب كميه الملوخيه اللي معاكي. بدات ان انا ضفت الثوم بتاعي وخليته ياخد لون اصفر خفيف كده، وشوحته مع شويه كزبره كده. وبدات ان انا اول ما بدا اخد لون معايا نزلت بالشوربه بتاعتي، وضفت يا دوبك يعني بطرف المعلقه كده حاجه بسيطه جدا من الصلصه، يا دوبك كتغيير لون بس. وبعدين بقى هبدا ان انا انزل بالملوخيه بتاعتي، وهبدا بقى ان انا اضربها بالمضرب كده افضل، بتفك معاكي بسرعه. انا كنت عاملاها من الصبح وحطها في التلاجة بحيث انها تكون جاهزه معايا وقت السوا بس. وطبعا الملوخيه لازم تقلبيها كويس جدا، وفي نفس الوقت ما تخليهاش تغلى معاكي، يعني يا دوبك تبدا بس تقلب من الجناب كده زي ما انتم شايفين. ابدا اطفي عليها على طول، ولا ضفنا عليها كربونات ولا ضفنا عليها اي حاجه. الملوخيه الخضراء ما شاء الله لونها حلو قوي، خضارها ما شاء الله ممتاز، يعني عايزه اقول لكم كان طعمها ما شاء الله حلو قوي. انت بس اهم حاجه انك ما تخليهاش تغلى معاكي كتير عشان هتبدا ترقد معاكي. خلاص بقى ظبطنا غدانا كده وبدانا نغرف. ما شاء الله شايفين المحشي بتاعنا عامل ازاي. عايزه اقول لكم والله بجد كان طعمه حلو قوي 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 قوي، يعني بجد بجد انا ندمت ان انا ما فرستش كميه كبيره كده من الكرنب لانه بجد يستاهل. وبدات بقى ان انا الفراخ بتاعتي برضو حطيتها في طبق التقديم كده، حطيت عليها رشه كده من الخضره. وطبعا بقى هنغرف الملوخيه مع بعض بقى. شايفين ما شاء الله الملوخيه خضارها حلوه قوي. عايزه اقول لكم شكلها ممتاز. انا مش في العادي بغرف في الاطباق الفخار دي او الطواجن الفخار، بس بصراحه حبيت ان انا ايه يكون في تغيير كده في تقديم الاكل شويه، فحبيت ان انا اقدمه فيه. ما شاء الله الاكل بتاعنا شكله حلو قوي. الفراخ بتاعتنا متحمره واخده لون حلو، والخضره كده مديها منظر. والمحشي بتاعنا بقى ما شاء الله، يعني هعيدها لكم تاني والله كان حلو قوي بجد. والقرنين الشطه والفلفل دول مديين منظر كده. وطبعا بقى الملوخيه بتاعتنا هوريها لكم دلوقتي. ما شاء الله لا رقدت معايا ولا لونها غير، فضلت بخضارها وبجمالها. هو بس يعني الماده الدهنيه او الشوربه اللي عليها هي اللي مداريه لونها، انما هي ما شاء الله هقلبها لكم دلوقتي وهوريها لكم قد ايه هي حلوه. شايفين ما شاء الله اللون بتاعها ولا قوامها ما شاء الله حلو قوي. اتمنى بجد انكم تجربوها. ولحد هنا كده بقى يكون خلص الفيديو بتاعي معاكم وخلصت وصفتي معاكم. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انكم ما تكونوش زهقتوا مني وطولت عليكم في الرغي. وبكده بقى خلص الفيديو بتاعي معاكم وخلصت وصفتي معاكم. اتمنى يا رب انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو واخدتوا منه افكار ولو بسيطه. ولو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك في القناه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.